ازيكم يا جماعة وفيديو جديد من ويزمو. واخر الحلقات قبل كاس العالم مباشرة، المنافسين على كاس العالم، والمرة دي معانا منتخبين مش منتخب واحد. هل ميسي يقدر ياخد البطولة مع الارجنتين ولا رونالدو مع البرتغال؟ اعملنا لايك شير سبسكرايب، ولا بينا نشوف الارجنتين ولا البرتغال هي اللي هتاخد البطولة. طبعا المنتخبين منتخبين كبار جدا، ودي البطوله اللي قد تكون الاخيره لميسي ولرونالدو في كاس العالم. فمين اللي هياخدها؟ ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو ده. وخلينا نبدا مع منتخب الارجنتين، المنتخب اللي شارك في البطوله 17 مره وكسبها سنه 78 وسنه 86، على عكس منتخب البرتغال اللي شارك في البطوله 7 مرات بس، واقوى حاجه وصل لها في البطوله كان ان هو خد البرونزيه في اول مشاركه ليه سنه 66. الطموح في الارجنتين كبيره جدا ان هم يرجعوا ياخدوا كاس العالم تاني من سنه 86، خصوصا ان ده جيل كويس جدا للارجنتين. عندهم جيل من اللعيبه شبه متكامل في المراكز كلها، مع مدرب شاب اللي هو ليونيل سكالوني، وطبعا معاهم ميسي في اخر بطولاته مع المنتخب. نفس الموضوع في البرتغال، ويمكن الموضوع اكبر كمان لان البرتغال ما كسبتش البطوله في تاريخها. شايفه ان اخر بطوله لكريستيانو رونالدو لازم تكون كاس العالم، وطبعا الحلم بالنسبه له ان هو ياخد كاس العالم، وطبعا اتكلم ان هو ممكن يعتزل بعد ده. وفي البرتغال كمان الجيل ده هو اقوى جيل البرتغال في تاريخها، عندهم تكامل في كل المراكز، باك يمين باك شمال نص ملعب دفاع هجوم، كل المراكز قويه جدا في البرتغال، وفيها بدل اللعيب 2 و3 و4. بالنسبه للمديرين الفنيين الاثنين، زي ما قلنا سكالوني مدرب كويس جدا، فهو كمان كان ريسك كبير جدا الارجنتين جابوه، وكان الموضوع صعب شويه لما جه ان الراجل كان مدرب مؤقت اصلا لحد ما يجيبوا مدرب، وبعد كده لا قالوا طب ما كويس ونعمل مشروع وبتاع، والراجل نجح في ده جدا ووصل فاينل الكوبا امريكا 2021 وكسبها على البرازيل، وعمل بطوله كويسه جدا وتوليفه كده كويسه. واول مره نشوف الروح دي والطموح دي في منتخب الارجنتين، وانا الصراحه ما شفتش ده مع سان باولي قبل كده مثلا. فانا مبسوط جدا بسكالوني لان هو رجع المنتخب، وبقى اللعيبه عندها شغف ان هي تلعب للمنتخب تاني وان هي تكسب بطوله مع المنتخب، فدي حاجه كويسه جدا. اما الناحيه الثانيه ففرناندو سانتوس ده المدرب التاريخي في البرتغال من الاخر. الراجل ده واخد اليورو، واخد اول بطوله للبرتغال في تاريخها، واخد كمان دوري الامم الاوروبيه، يعني معاه بطولتين، البطولتين الوحيدين اللي في تاريخ البرتغال. فطبعا ده اللي كمان 60 70 سنه هيفتكروه، هيفضلوا يخلدوا طبعا ذكراه. فطبعا مدرب كبير جدا في البرتغال. بس انا وجهه نظري لو جيت تقارن بين الاثنين المدربين فكفه سكالوني تكسب، لان فرناندو سانتوس من ساعه ما اللعيبه بدات يبقى فيه لعيبه كويسه جدا في الفريق، وبدا المنتخب يتغذى بجيل جديد من اللعيبه الموهوبه قوي والكويسه قوي في انديتها، وبدا المنتخب كيرفو يقع على عكس المتوقع ان المنتخب يعلى. وده بسبب ان الراجل لما تيجي تشوف على بطوله 2016 هو الراجل اتعود على انه يمسك لعيبه صغيره ويبقى منتخب النجم الواحد اللي هو كريستيانو رونالدو. هو مطالب ومحتاج ان هو يكون الفريق فريق متكامل وفريق ما فيهوش النجم الواحد، ولكن لازم يكون الفريق فيه تاكتكس ويكون فريق منظومه وكلهم يلعبوا بروح واحده وبقلب واحده والكلام ده كله. ولكن الراجل لحد دلوقتي مش مقتنع وبيلعب برضه بخطه باصي رونالدو، ورونالدو هيعمل حاجه ملوش لزوم ده، لان هو عنده خيارات وحلول كتيره جدا وبتبقى موجوده على الدكه، وبتبقى موجوده عناصر اساسيه زي برناندو سيلفا زي رافائيل لياو زي برونو فرنانديز، وما بيقدرش يستغلهم اقوى استغلال لان هو شايف ان اللعيب اللي في رجله الكوره لازم يبصيها لكريستيانو رونالدو على طول. المشوار في التصفيات للارجنتين كان سهل الى حد ما، خلصوا تاني بعد البرازيل اللي خلصوا اول، وكانوا فارقين عن المنتخب اللي في المركز الثالث اللي هو الاوروجواي ب8 نقط، وكانوا تاني اقوى دفاع في التصفيات ب8 اهداف بعد البرازيل. وكان ليهم ماتش متاجل طبعا مع البرازيل، بس الماتش ده حتى لو كانوا كسبوه ما كانش هيفرق في حاجه في الترتيب، وكان البرازيل برضه هيفضل الاول وهم هيفضلوا الثاني. اما على الناحيه الثانيه مشوار البرتغال كان صعب جدا جدا وشاق الصراحه، لان هم ما كانوش ممكن يصعدوا اصلا. صعدوا احسن تواني في مجموعه كان فيها صربيا، وصربيا تصدرت وراحت على طول، وبعد كده لعبوا تركيا في ماتش نص نهائي في البلاي اوف وكسبوهم 3-1، وكانوا ممكن يلعبوا ايطاليا وما يصعدوش بجد بقى المره دي، ولكن مقدونيا انقذهم من ماتش قوي جدا كانوا هيلعبوه مع ايطاليا، وكان ممكن البرتغال ما يروحش البطوله دي. فمقدونيا كسب ايطاليا، وبعد كده هم كسبوا مقدونيا بسهوله جدا. ونيجي بقى للتشكيل المتوقع للفرقتين من وجهه نظري، وبعد كده هنتكلم مين اكتر منتخب انا بتوقع ان هو ياخد البطوله بين المنتخبين. بالنسبه للارجنتين اتوقع ان هو هيبداوا بايميليانو مارتينيز في حراسه المرمى، وعلى اليمين السنتر باك بتاع فيا ريال فويث، وقلبين الدفاع ليساندرو مارتينيز واوتاميندي، وباك شمال اكونا، وثلاثه في نص الملعب رودريجو ديبول، ليوناردو باريدس، وماك اليستر، وثلاثه قدامهم ميسي وخوليان الفاريز لوتارو مارتينيز. اما تشكيل البرتغال اللي اعتقد هيبدا بيه فرناندو سانتوس البطوله هو ريو باتريسيو في حراسه المرمى، وعلى اليمين كانسيلو، على الشمال نونو مينديش، وقلبين دفاع بيبي وروبن دياش، وثلاثه في نص الملعب ويليام كارفاليو، روبن نيفيز،
برونو فرنانديز، وثلاثه قدامهم برناندو سيلفا، رافائيل لياو، وكريستيانو رونالدو. بالنسبه لمجموعه كل منتخب في الاثنين، فانا شايف ان مجموعه منتخب الارجنتين سهله جدا جدا، معاهم بولندا، السعوديه، ومنتخب المكسيك. واعتقد ان المكسيك هيكون اصعب منتخب بين المنتخبات دي، يعني اعتقد كده كده الارجنتين ضمن الصعود من المجموعه دي. على الناحيه الثانيه منتخب البرتغال هيقابلهم ماتشات قويه جدا في المجموعه، وممكن يطلعوا تاني من المجموعه. مستغربها على فكره، لان معاهم الاوروجواي اللي هو هيكون منافس مباشر جدا معاهم على المركز الاول، والاوروجواي لو تفتكروا طلعوهم في 2018 في دور ال 16. ومعاهم غانا، منتخب غلس جدا جدا ومجنسين لعيبه، ومنتخب قوي الصراحه، وانا متوقع ان هم هيقدموا ماتشات حلوه جدا في البطوله دي. ومعاهم كوريا الطموحين جدا جدا، وفي بطوله 2018 شفنا ان هم كسبوا المانيا، ومنتخب عنده طموح وقادر ان هو يعمل حاجه. توقعي للمنتخبين مين هياخد البطوله، او مين اولى انه ياخد البطوله وهيوصل اكتر في البطوله، انا متوقع ان منتخب الارجنتين هو اللي هيكمل اكتر في البطوله. ممكن ما ياخدهاش بس هيكمل اكتر، على عكس منتخب البرتغال اللي متوقع ان هو ممكن يخرج من دور ال 16 او دور الثمانيه. وبس كده، دي كانت اخر حلقات المنافسين على كاس العالم. عملنا حلقه للبرازيل، حلقه لفرنسا، هسيبها لكم في الديسكربشن تقدروا تشوفوها. وطبعا حد يجي يقول لي طب المانيا، اسبانيا، المنتخبات دي، انا شايف ان المنتخبات دي طبعا هتنافس وكل حاجه، بس انا شايف ان الشورت ليست اللي انا عملتها الاربع منتخبات دول، انا حاسس ان هم دول اللي هيكونوا موجودين حتى في السيمي فاينل او في الفاينل، منتخبين منهم، وانا شايف ان هم هيكونوا المنافسين الرئيسيين على البطوله. اعملوا لايك، شير، سبسكرايب لو الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديوهات جايه. سلام.